السلام عليكم. طردني وش الفجر من شقتي وسرق مجوهراتي والشبكة وحتى هدومي ما خلانيش اخدها، وكمان وصل الامانة اللي كان ماضيه على نفسه كمؤخر صداق سرقه. مفاجأة بتفجرها ريم طارق ضد زوجها الفنان حسن شاكوش، واكدت انها حررت ضده محضر بالفعل في قسم 6 اكتوبر في الجيزة. طبعا يرجع الخلاف بينها وبينه لما حلوا ضيوف على برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة، ولما قام شيخ الحارة وقال إن حسن شاكوش متجوز من واحدة تانية وشاري لها فيلا في التجمع، وإن هي أهدته السلسلة اللي هو لابسها في البرنامج فعلا، وأهدته كلب هو بدوره أهدى الكلب ده لزوجته ريم. طبعا ظهر القلق على ريم، وطبعا قعدت تتكلم وتسأل وتستفسر من شيخ الحارة عن الموضوع. على الرغم ان زواجهم للأسف لسه ما بقالوش كام شهر. أكدت ريم انها اتأخرت كتير في كتابة البلاغ على امل اصلاح الامور وان هم يرجعوا لبعض، ولكن حسن فاجئها بارسال رسالة برغبته في انهاء العلاقة وانهاء الزواج. فما كانش قدامها الا انها تحرر بلاغ ضده وتتهمه بسرقة شبكتها وتبديد المنقولات الزوجية وسرقة وصل الأمانة اللي المفروض إن هو لصالحها بمؤخر الصداق، وكمان إنه خد كل هدومها وطردها وش الفجر. والموضوع ده أصبح ترند، وخاصة إن كلام حسن شاكوش عن زوجته إن هي بنت الجيران وإن هي حبه اللي كان بيدور عليه. كمان أثارت الرأي العام. بنتكلم عن ريم أيام ما كان عاملين حفلة كبيرة في زواجهم، وكانت هي سجدت على الأرض بفستان الفرح وأصبحت ضجة. وطبعا الفرح ده حضروا كتير من الفنانين اللي ما تقاضوش أي أجور. كان من الفنانين اللي حضروا مصطفى قمر والفنان تامر حسني والفنان حمو بيكا وكتير طبعا كان من الفنانين. وايامها قال حسن شاكوش ان الفرح اتكلف اكتر من 4 مليون جنيه، كان الموضوع يعني بجد. وفي انباء عن طلاقهم بالفعل وانفصالهم.